الواقع اللي هتكلم عنها النهارده هي واقع حرفيا للكبار فقط بلس 18، يعني ما ينفعش الاطفال تسمعها نهائي. دايما بقول في فيديوهاتي ان هي للكبار فقط، بس ممكن الاطفال تسمعها، لكن الفيديو ده بالذات ما ينفعش تسمعه نهائي، لان الكلام اللي هيتقال فيه صعب جدا وما ينفعش ان انت تسمعه. وقبل اي حاجه كده، ولا هينفع انزل صوره، ولا هينفع اتكلم واقول مثلا اي اسم او اذكر اي اسم من الاسماء اللي هتكلم عنها، ولا ينفع اقول المكان فين بالظبط. بس كل اللي اقدر اقوله لك يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو دوت، عشان خاطر الفيديو مهم جدا جدا. ويلا عشان احكي لك بالظبط ايه اللي حصل في اصل الجريمه. حكايتنا بتبدا ان كان في اتنين متجوزين، والاتنين دولت مخلفين بنت عندها 15 سنه. كانت الحياه بينهم معدومه، مش عايزين يكملوا مع بعض، وكانوا عايزين ينفصلوا باي طريقه. لكن كان العائق عندهم هي الطفله اللي عندها 15 سنه. بس خلاص قرروا ان هم لازم ينفصلوا. بس طبعا كان في هنا مشكله، البنت هتعيش مع مين؟ فقرروا في الوقت دوت ان البنت هي اللي تختار. ويا هل ترى اصلا ايه اللي وصل الموضوع لكده، ومين السبب في المشاكل دي؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. المهم البنت قررت ان هي تروح تعيش مع ابوها، لان طبعا قالت ان الام ممكن تتجوز في يوم من الايام، وطبعا انا مش هينفع اعيش معاها عشان خاطر لو اتجوزت ممكن يكون راجل مش كويس، وانا مش هعرف اعيش مع حد غير بابا. وطبعا ده التفكير الصح. تمام. المهم بعد كده طبعا البنت راحت تعيش مع ابوها، اللي طبعا المفروض سند وظهر وقوه وحمايه ليها من كل شر ومن اي حاجه، يعني لو حد لمسها كده ممكن يولع الدنيا. لكن اكتشفت غير كده تماما. فاول ليله راحت تعيش فيها مع ابوها، سمعت دوشه في الصاله، وهي طبعا في الاوضه بتاعتها بتفتح الباب، لقت ان باباها قاعد ومع اصحابه وجايبين ستات وعمالين يشربوا وبيرقصوا، والحياه حلوه وزبادي في الخلاط. المهم البت قامت طبعا داخله تاني وقافله الباب ورا منها عشان ما تشوفش الحاجات دي. بدات تشوف الكلام دوت متكرر، فطبعا ما كانتش عاجبها الوضع. لكن في يوم من الايام بقى تاني حصل اللي ما كانتش هي متوقعاه. في واحد من صحاب باباها خبط على الباب، فكرته طبعا ابوها عايز حاجه، فبتفتح الباب، قام مدخلها ودخل اعتدى عليها. اعتدى عليها كليا، من الدبر ومن القبل. وفي نفس الوقت كمان بقى يعمل كل دوت، يعني كل شويه الكلام دوت، وطبعا بعلم من ابوها، وفضلها غشاء البقاره. طبعا للاسف الشديد البنت ما كانتش مستحمله اللي بيحصل دوت، ولا عاجبها الوضع دوت، وما كانتش عارفه تعمل حاجه، لان ابوها هددها لو قلتي لاي حد حاجه هخلص عليكي. يعني انت عاجبك اللي بيحصل؟ بقى طبعا صحابه يتناوبوا عليها كل يوم واحد، عادي مفيش مشكله، وبابا بقى راضي عادي مفيش مشكله. المهم البنت قدرت طبعا ان هي تروح تقعد مع مامتها، ان كده كده كانت بتروح تشوف مامتها. فحكت لمامتها بقى كل حاجه، مامتها خدتها وطلعت على اسم الشرطه وبلغوا على طول، وحكت اللي حصل معاها. لكن طبعا لما تم القبض على الزوج للاسف الشديد انكر، لكن الام هنا طلعت بمفاجاه فاجأت الجميع. طلعت التليفون بتاعها وهي مصوراه وهو عريان تماما، وهو قدام مرايه وبيتكلم واحده فيديو كول. وطبعا ده كان سبب من الاسباب ان الزوجه عايزه تنفصل، وده حقها لان دي اسمها خيانه. المهم طبعا البنت تم عرضها على الطب الشرعي اللي اثبت كل كلمه قالتها، وان البنت للاسف الشديد متبهدله من كل حاجه. طبعا الاب اعترف وقال اسماء الاصدقاء اللي بتتردد عليه وبيقعدوا معاه، تم القبض عليهم، تم الحكم عليهم في النهايه كل واحد 15 سنه. الاب عشان متستر، وهم طبعا عشان اعتدوا على طفله عندها 15 سنه، يعني حتى لسه قاصر. انا مش عارف والله احنا رايحين على فين، بس يعني حسب الله ونعم الوكيل كل اللي اقدر اقوله. وعايز اقول بس كلمتين كده لكل واحد او كل واحده مقبلين على الجواز. لما تيجي تتجوز او تيجي تتجوزي، يعني اشتروا الحد اللي يعيش معاكم في ظهركم يحميكم. يعني اتجوزي الراجل اللي يحتويكي، يحافظ عليكي، يحميكي، يصرف عليكي مش تصرفي عليه. اتجوزي الراجل اللي انت فعلا يعني معلش يعني تحس ان انت متجوزه راجل بجد. وانت كمان اتجوز الست اللي انت عارف ان هي مثلا هتصونك، مش هتخونك في غيابك، يعني هتكون ست بمعنى الكلمه، ست
تكون سايبها في البيت، سايب راجل. بس كده يعني، مش هينفع اطول فيديو اكتر من كده. سلام، وانا اسف على الكلام.